لو سنك من 14 ل 16 سنة فالفيديو ده ليكي. هلو بنات، ويلكم تو ماي تشانل يونا. فيديو النهاردة مهم جدا، خصوصا لو سنك من 14 ل 16 سنة، لان الفترة دي من اجمل واهم مراحل العمر، وفيها بنتعلم حاجات كتير وبنبدأ نبني شخصيتنا ومستقبلنا. عشان كده قررت اشارك معاكم 10 نصايح اتمنى تكون مفيدة لكل بنت في السن ده، ويمكن حتى لو اكبر او اصغر شوية تستفيدي منها ان شاء الله. يلا منضيعش وقت اكتر ونبدأ. اول نصيحة، يلا بينا. اول نصيحة وهي قربي من ربنا وخلي صلاتك اول اهتماماتك. اول نصيحة حابة اقولها لكل بنت من 14 ل 16 سنة هي انك تقربي من ربنا، لان بجد دي من اهم نصيحة في الفيديو كله. احنا في السن ده يعني بنكون بنمر بتغيرات كتير جدا، سواء في شخصيتنا او دراستنا او علاقاتنا بالناس، وساعات بنحس اننا تايهين او مضغوطين او حتى زعلانين من غير سبب. وفي كل الاوقات دي يعني اول حاجة نرجع له هو ربنا سبحانه وتعالى. حافظي على صلاتك على قد يعني ما تقدري، حتى لو ساعات بتحسي انك مش قادرة او كسلانة، حاولي تجاهدي نفسك، لان الصلاة مش مجرد فرض، دي راحة للنفس، طمأنينة للقلب. وهتلاحظي ان كل ما تقربي من ربنا هتحسي ان عندك قوة وصبر وثقة اكتر. كمان حاولي تقرأي القرآن كل يوم، حتى لو صفحة واحدة بس او ايات بسيطة. ما تقوليش لما اكبر هبدأ، ابدأي من دلوقتي، يعني لان بصراحة العادات دي جميلة جدا، بتعلمي في سنك هتفضل معاكي طول العمر. وادعي ربنا بكل اللي نفسك فيه، سواء نجاح او راحة او تحقيق حلم، او حتى لو عندك مشكلة صغيرة. ربنا سبحانه وتعالى اللي يعني بيحب يسمع دعاء عباده، ومفيش دعوة بتروح هدر يعني وكده. وما تفكريش برضو انك يعني لازم تكوني كاملة علشان تقربي من ربنا. احنا كلنا بنغلط، لكن الفرق بين الشخص والشخص هو يعني من اللي بيرجع لربنا يحاول يصلح من نفسه، لان طبعا مفيش حد مننا كامل. وكمان برضو كل يوم حاولي تكوني احسن من اليوم اللي قبله، حتى لو بخطوة صغيرة. وافتكري دايما ان اجمل حاجة ممكن اي بنت تمتلكها مش الشكل ولا اللبس ولا المكياج، لكن القلب الطيب والاخلاق الحلوة والقرب من ربنا. دي الحاجات اللي بجد بترفع قيمة الانسان. تاني نصيحة وهي اهتمي بدراستك، لانها هتحدد جزء كبير من مستقبلك. تاني نصيحة حابة اقولها لكل بنت من 14 16 سنة هي انك تهتمي بدراستك. يمكن السن ده ناس كتير تحس ان الدراسة مملة او انها مش مهمة، لكن الحقيقة ان كل مجهود بتعمليه النهاردة هيكون ليه نتيجة في المستقبل. ما تحطيش في دماغك انك لازم تبقي الاولى على الفصل عشان تكوني ناجحة. النجاح الحقيقي انك تعملي اللي عليك وتجتهدي على قد ما تقدري، حتى لو جبتي درجة اقل من اللي كنت متوقعاها اصلا. ده مش معناه انك فشلتي، لكن معناه انك تتعلمي من اخطائك وتحاولي مرة تانية. اعملي لنفسك جدول بسيط للمذاكرة زي اللي هي تو دو ليست، حتى لو ساعة او ساعتين في اليوم، هتلاحظي ان المذاكرة بقت اسهل بكتير من انك تسيبي كل حاجة لاخر لحظة. وما تقارنيش نفسك باي بنت تانية، لان كل واحد يعني ليها ظروفها وطريقتها في المذاكرة. وافتكر ان العلم هو الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر ياخدها منك، وكل دقيقة بتتعلمي فيها حاجة جديدة هي استثمار لنفسك ولمستقبلك. فاجتهدي وادعي ربنا يوفقك، ومتستسلميش مهما كانت المادة صعبة خالص. تالت نصيحة وهي اختاري صحاب يشجعوكي على الخير. يعني تالت نصيحة هي انك تختاري اصحابك بعناية. في السن ده الصحاب بيكون لهم تأثير كبير جدا علينا، سواء بالايجاب او بالسلب. يعني الصاحب الكويس هو اللي بيفرح لنجاحك ويشجعك تذاكري ويقف جنبك وقت زعلك وينصحك لو غلطتي. لكن لو لقيتي حد بيحبطك او بيستهزأ بيكي او بيحاول يبعدك عن ربنا او عن اهدافك، فالافضل تبعدي عنه بهدوء. مش لازم كل الناس تبقى اصحابنا. حاولي تحوطي نفسك بناس محترمين واخلاقهم كويسه، لان الشخص ده بيتاثر بالناس اللي حواليه من غير ما يحس. واختاري الصحبه يعني اللي تخليكي كل يوم احسن من اليوم اللي قبله. مش لازم يعني الصحبه اللي تضيع وقتك او تقلل من ثقتك بنفسك. رابع نصيحة وهي اهتمي بنفسك ونظافتك الشخصية. رابع نصيحة هي انك تهتمي بنفسك، والاهتمام بالنفس مش معناه انك تشتري منتجات غالية او تعملي روتين معقد. الاهتمام الحقيقي يعني اللي هو بيبدأ بالنظافة الشخصية، وانك تحافظي على ريحتك الحلوة وتنظفي اسنانك وتهتمي بشعرك وبشرتك ولبسك. لما تهتمي بنفسك هتحسي بثقة اكبر وهتكوني مرتاحة نفسيا. ومش لازم تعملي ده علشان يعني الناس، لا، ده عشان غيرك. سوري يا جماعة، اعملها علشان نفسك انتي، لانك تستحقي تكوني مرتبة ونظيفة وتشعري بالراحة.
وافتكري ان الجمال الحقيقي مش بالفلاتر ولا المكياج، لكن في النظافة والابتسامة والاخلاق والثقة بالنفس. كل بنت جميلة بطريقتها، ومفيش داعي تقارني يعني نفسك بحد على السوشيال ميديا، لان اللي بنشوفه مش دايما بيكون حقيقة. وان طبعا يعني مش عشان انت حطيتي مكياج يبقى انت شكلك بقى احلى يعني، بالعكس، لا، هيبقى شكلك مش احسن، لان دي مش طبيعتك. فانت بتحطي حاجة على وشك عشان تخلي شكلك احسن، فانت كده مش واثقة بنفسك خالص. خامس نصيحة وهي ما تقارنيش نفسك بأي بنت تانية. خامس نصيحة حابة أقولها هي إنك ما تقارنيش نفسك بأي بنت تانية، سواء في الشكل أو الدراسة أو عدد المتابعين أو أي حاجة تانية. للأسف السوشيال ميديا خلت ناس كتير تحس إنها أقل من غيرها، لكن الحقيقة إن كل شخص ليه إن كل واحدة لها ظروفها وحياتها وشخصيتها. ممكن تشوفي بنت جميلة جدا او ناجحة جدا وتحسي انك مش كفاية، لكن انتي يعني مشوفتيش هي مرت بايه عشان توصل اللي هي فيه دلوقتي. وكل واحد فينا ربنا خلقه مميز بطريقة مختلفة، ومفيش حد شبه التاني. بدل ما تقارني نفسك بغيرك، قارني نفسك بنفسك انتي. شوفي انتي من سنة كنتي عاملة ازاي ودلوقتي بقيتي ازاي. لو لقيتي انك بقيتي احسن حتى يعني بخطوة صغيرة، فده نجاح كبير. افتكري دايما ان الثقة بالنفس بتبدأ لما تبطلي تقارني نفسك بالناس. سادس نصيحة وهي حافظي على وقتك وما تضيعهوش. الوقت يا جماعة أغلى، يعني من أغلى الحاجات اللي ربنا رزقنا بيها، ولو ضاع مش هيرجع تاني. كتير مننا بيعقد بس سوري ما كتير مننا يعني بيقعد بالساعات كده يعني على الموبايل أو السوشيال ميديا، وفجأة بيكتشف ان اليوم ده خلص من غير ما يعمل فيه أي حاجة مفيدة خالص. حاولي يعني تنظمي يومك وخلي فيه وقت للدراسة، وقت للراحة، وقت لهواياتك يعني وكده، وقت لعيلتك. مش لازم اليوم كله يبقى الشغل، لكن برضو ما يبقاش كله ضايع على الموبايل. يعني الوقت ده فرصة انك تعملي حاجة جديدة انت ما كنتش عارفاها من قبل كده. وصدقيني بجد لو عرفتي تستغلي وقتك من دلوقتي هتستفيدي جدا لما تكبري. والناس الناجحة مش عندها وقت اكتر مننا، لكن هي بتعرف تستغل وقتها بطريقة صح. سابع نصيحة وهي ثقي في نفسك وما تخليش كلام الناس يحبطك. اخر نصيحة في الجزء ده هي انك تثقي في نفسك. طبيعي جدا انك تسمعي ناس تنقدك او تنقدك تن- تنقدك تنقدك تنتقدك او تقلل منك او تقولك انك مش هتنجحي، لكن المهم انك هو ان انت يعني شايفه نفسك ازاي. لو عندك حلم سواء في الدراسه او اليوتيوب او اي حاجه تانية، اشتغلي عليها وما توقفيش بسبب كلام حد. اسمعي النصيحه اللي تفيدك، لكن ممكن ما تخليش اي تعليق سلبي يكسرك او يخليكي تفقدي ثقتك بنفسك. وافتكري ان مفيش حد بدأ ناجح من اول يوم. كل الناس الناجحه بدأت بخطوات صغيره، ومع الصبر والاجتهاد وصلت. يمكن النهارده حلمك بعيد، لكن مع الاستمرار والدعاء والعمل ان شاء الله هيوصل اليوم اللي تفرحي فيه بنفسك وتحققي كل اللي بتتمنيه. تامن نصيحة وهي اهتمي بصحتك واكلك. تامن نصيحة حابة اقولها لكل بنت من 14 ل 16 سنة هي انك تهتمي بصحتك، لان صحتك هي اغلى حاجة عندك. حاولي تشربي مية كافية كل يوم، وتاكلي اكل مفيد في خضار فاكهة بروتين، وما تكتريش من الاكل السريع او المشروبات الغازية. كمان ما تهمليش النوم، لان السهر الكتير بيخلي الجسم مرهق والبشرة شكلها تعبان والتركيز يقل. حاولي تنامي عدد ساعات كافي كل يوم، وهتلاحظي فرق في نشاطك ومزاجك وحتى كمان بشرتك. واهتمي كمان بالحركة، حتى لو مجرد مشي شوية كل يوم او تمارين خفيفة في البيت. تنزلي برنامج للتمارين وتمارين عادي جدا في البيت. مش لازم تعملي رياضة صعبة، المهم ان جسمك يتحرك، لان الصحة مش بس شكل، الصحة هي طاقة ونشاط وراحة نفسية. افتكري ان لسه انك انت يعني لسه في مرحلة نمو، وجسمك محتاج اهتمام واكل صحي اكتر من اي وقت تاني، فحافظي عليه لانه امانة عندك انتي. تسع نصيحة وهي اتعلمي حاجة جديدة كل فترة. تسع نصيحة هي انك ما تقفيش عن التعلم، مش قصدي الدراسة بس، لكن يعني تعلمي اي مهارة جديدة بتحبيها. ممكن تتعلمي المونتاج او التصميم او الرسم او الطبخ او التصوير او حتى لغة جديدة. كل مهارة جديدة بتتعلميها هتزود ثقتك بنفسك، ويمكن تكون سبب في شغلك او نجاحك في المستقبل. ما تقوليش انا صغيرة، لان ناس كتير بدأت تتعلم وهي في سنك ووصلت لحاجات كبيرة جدا. حتى لو خصصتي نص ساعة في اليوم تتعلمي حاجة، بعد سنة هتلاقي نفسك بقيت شاطرة جدا فيها. استثمري وقتك في حاجة
يعني تنفعك بدل ما تضيعي كله على السوشيال ميديا بس. وما تخافيش تغلطي في البداية، لان اي حد او اي شخص ناجح كان في يوم من الايام مبتدئ. 10 نصيحة والأخيرة، استمتعي بسنك وما تستعجليش تكبري. آخر نصيحة حابة أقولها هي إنك تستمتعي بالمرحلة اللي انت فيها. سن 14 ل 16 سنة من أجمل مراحل العمر كله، وهتفضل ذكرياته معاكي طول حياتك، فما تستعجليش تكبري. واستمتعي بخروجتك مع عيلتك وضحكك مع أصحابك ونجاحك في المدرسة، وكل لحظة حلوة بتمري بيها وكده، لان الايام دي بتجري بسرعه جدا وكل مرحله لها جمالها. وما تضغطيش على نفسك يعني علشان تبقي زي حد او تعملي كل حاجه بسرعه. خدي كل خطوه في وقتها، وعيشي حياتك بهدوء، واشتغلي على نفسك، وخلي عندك احلام واسعي تحقيقها. واهم حاجه حبي نفسك لانك مميزه وليكي شخصيتك، وربنا خلق كل واحد فينا بشكل مختلف. واهتمي بنفسك وقربي من ربنا واجتهدي في دراستك وما تستسلميش ابدا، وان شاء الله هتشوفي نفسك بعد كام سنه فخوره بكل خطوه بداتيها من دلوقتي. وبس كده يا بنات، دي كانت 10 نصايح لكل بنت من 14 ل 16 سنة. اتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو لو حتى نصيحة واحدة، لان هدفي ان كل واحدة تخرج من الفيديو بحاجة تفيدها في حياتها. ولو عندكم اي نصيحة حابين تضيفوها اكتبوها في التعليقات، يمكن تفيد بنت تانية وكده. حابة اشكركم جدا 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 على كل الدعم والكومنتات الجميلة. والله كل كلمة حلوة منكم بتفرحني وبتشجعني اكمل وانزل فيديوهات احسن من كل مرة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا يا احلى يونيس في الدنيا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.